السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحة والعافية، وعواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم الصحة والعافية. فيديو جديد، وصفة جديدة مع قناتي وصفات نور الورد. نتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. اليوم غادي نحضر معاكم السفة على طريقتي اللي ما كتخطانيش وما كنبدلهاش، كتجي لذيذه بزاف ورائعه، ما كتعجن من حتى حاجه. نطول عليكم، نخليكم على الفيديو فرجه ممتعه. خديت السفه ديالي جهد كيلو لاروب، وضعتها في القصريه وغادي ندهنها بالزيت مزيان ونوضعها تفور. غطيها ببلاستيكه باش يرجع عليها الصهد وطيب مزيان. ها هي الفوره الثانيه، دابا غادي نرشها مزيان بالماء عاد نديرها تفور. هاد الطريقه هي المعتمده عندي، ما كنبدلهاش، كتجيني زوينه وما كتعجن ما حتى شي حاجه. نعرف السيدات المغربيات كيعرفوا ليها مزيان، انا كنشاركها مع المبتدئات. ما فارت ليا الفوره الثانيه، كندير الماء مخلط مع شويه الزيت وكنحاول نفك الشعريه ديالي وعاد كنديرها تفور. ها هي الفوره الثالثه بعد ما طابت. دابا غادي نوضعها في القصريه وندير تاني شويه الماء والزيت والملح ونحل السفه ديالي.
بعد ما حليت السفه ديالي مزيان كنزيد لها العنب المجفف اللي كون غسلته وسقطرته من الماء صافي. وكنوضع السفه ديالي تفور غير يطيب ليا الزبيب، راه هي صافي راه طابت صافي. هذه هي الفوره الاخيره كتكون السفه ديالي واجده. دابا غادي نوضعها باش تفور. السفه بعد ما طاب لي الزبيب صافي ضفت ليها السكر كلاصي والزبده والساشي ديال الفاني اللي كيعطيها واحد اللذه ونسمه زوينه صافي. وغادي نزينها بالسكر كلاصي والقرفه وكاوكاو مهرمش. خليكم معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال السفه. صراحه كتجي رائعه، ما معجنه ما حتى حاجه، وكتجي لذيذه بزاف. هانتوما شوفوا كي تجي. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم من هذا المنبر عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم الصحه والعافيه وباش ما كتمناو. وما تنسونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش كتعم الفائده. وكنشكر المتتابعين، والى اللقاء في وصفه قادمه. دمتم في رعايه الله.